السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معكم الكاتب والمؤلف خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات ومترجم لغة مصرية قديمة ومؤلف سلسلة الأجداد عن الحضارة المصرية باللغتين العربية والكرواتية. سوف نتحدث اليوم عن معبد من معابد الجنوب المصري، وهو معبد الملك منتحتب بالدير البحري. وكان الملك منتحتب إحدى ملوك الأسرة الحادية عشر من الدولة الوسطى، ولقد اختار هذا المكان في حضن الجبل من جبال طيبة الغربية ليشيد فيه ضريحا لنفسه على طراز هندسي عظيم يليق بالملك. ولم يبقى لنا من هذا الضريح إلا أطلاله فقط، وهو الآن موجود في الناحية الجنوبية من معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، وهو يكون أقدم معابد الأقصر. فكان المعبد له طريق صاعد غير مسبوق يتجه غربا، وكان يبدأ أغلب الظن من مبنى الوادي الذي كان مشيدا على حافة الأرض الزراعية الذي يبلغ طوله حوالي 1000 مترا وعرضه حوالي 46 مترا، وله سور مبني من الأحجار الجيرية، وكان على جانبيه تمثال من الحجر الرملي يمثل الملك واقف في الصورة الأزورية الشهيرة لابسا رداء الطقس المعروف باسم حب ست. وكان هذا التمثال قد سبقت الأعمدة الأزورية التي ظهرت بعد ذلك، وكان الطريق ينتهي بصرح كبير يليه مباشرة فناء ضخم عثر عليه هوارد كارتر في عام 1900 ميلاديا، وعثر على قبر الملك منتحتب الذي أطلق عليه باب الحصن، وهو عبارة عن حفرة عميقة توصل إلى مدخل القبر. وقد وجد فيه هوارد كارتر على التمثال الشهيد للملك منتحتب الثاني المحفوظ الآن بالمتحف المصري بالقاهرة. ويعتقد أن مقبرة باب الحصن خصصت لدفن تماثيل الملك. وقد أطلق القدماء المصريين على مقبرة المعبد اسمين، أحدهما ينتهي للإله أخي سوت أمون بمعنى مضيئة الأماكن للإله أمون، والآخر ينتمي إلى الملك صاحب المقبرة وهو أخ سوت نبحبت رع، أي الأماكن المضيئة للملك منتحتب. المعبد عبارة عن مسطحين ضخمين يليهم أحدهم الآخر، وكانت المقبرة في المعبد اتخذت شكلها على حرف تي مقلوب ويتجه ناحية الشرق. وقد أقيم المعبد فوق قاعدة كلسية واجهت بالحجر الجيري ليسهل النقش عليه، ويتقدم هذه القاعدة من الشرق صفة محمولة على صفين من الأعمدة يتوسطهم أحد صاعد يوصل إلى السطح الثاني، وهو عبارة عن قاعدة ضخمة مربعة كان يقوم فوقها هرم صغير. وكان يوجد هذا الرأي يخالف ويعتقد بأن هناك كان يقام مسلة على هذه القاعدة التي تنتهي بالحلية المعروفة في العمارة بالخيرزان، وهذه الحلية لن توجد في حالة وجود هرم، وإن الهرم في أغلب الظن كان مدرجا ولا يزيد ارتفاعه عن 11 مترا. يحاط بهذه القاعدة أو هذا المبنى بهو الأعمدة، يتكون من أعمدة مسمنة الشكل وزعت بحيث تكون 3 صفوف في كل جوانبه الشمالية والشرقية والجنوبية. أما الأجزاء المشيدة خلف هذه القاعدة ذات المسلة أو الهرم كانت مخصصة للقبر الملكي والشعائر التي تفيد الملك منتحتب في العالم الآخر. ويبدأ فناء مكشوف به صفين من الأعمدة في جانبي الشرقي، وصف أحد في كل الجانبين الشمالي والجنوبي. في منتصف الفناء يوجد مدخل القبر الحقيقي الذي يوصل إلى ممر محفور في الصخر حوالي 150 مترا، ويهبط في خط مستقيم تحت بهو الأعمدة ويصل إلى حجرة تحت الجبل كسيت جدارها بالأحجار الجرانيت، وقد وجد بها ناموس في الممر، وكان له غطاء من حجر الجرانيت وبعض السلوجانات المهشمة وأشياء أخرى، ولكن لم يعثر على مومياء ولا تابوت خشبي الخاص بالملك. وبعد ذلك نصل إلى صالة ضخمة للأعمدة كان يحمل سقفها حوالي 82 عمودا قسمت على 10 صفوف، وهذه الصالة بهذا العدد من الأعمدة تعتبر أقدم صالة للأعمدة معروفة لنا حتى الآن في العمارة المصرية. وفي نهاية الصالة خصص مكان لوضع تماثيل الملك منتحتب الثاني وتمثال للإله أمون رع الذي أصبح بعد ذلك إلها رسميا للدولة. وبعد فترة أخرى شهدت مقصورة مزينة أمام تمثال الملك خصصت الطقوس الدينية للملك وللإله أمون رع مع بعضهم. ونرى في الغرب من القاعدة ذات المسلة الهرمية. ثم اكتشف مجموعة من المدافن من 6 المقاصير الجنائزية التي خصصت ل6 سيدات من العائلة الملكية، ومن أهم هذه المقبرة الملكية الأميرة
كيوييت كان لكل منهم تابوت خشبي موضوع في تابوت آخر. وأيضا الأميرة عشييت صنع من الحجر الجيري الجيد، وقد زين من الخارج بعض النقوش الغائرة الجميلة تمثل بعض المناظر لما قد يحدث في حياة الأميرات اليومية، مثل قيام إحدى الوصفات بتقطير وتزيين الأميرة كيوييت والتوابيت المحفوظة الآن بالمتحف المصري بالقاهرة. ولقد أقام الملك تحتمس الثالث في عهد الدولة الحديثة عند الزاوية الشمالية الغربية من معبد الملك منتحتب معبد صغير للإله حتحور. وقد عثرت البعثة البولندية في عام 1962 على معبد صغير كان مكرسا لعبادة الإله أمون خلف معبد الإله حتحور، وأطلق عليه اسم الآفاق المقدس. وشكرا لحضراتكم. أنا معكم خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات.